السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. ان شاء الله الليلة اللي حشارك معاكم السمك. وطبعا معروف في السودان يوم الجمعة لازم الناس تاكل اكل تقليدي، بتاكل اكل تقليدي. سواء كان سمك بالذات صينية الابيض، سمك وفسيخ وقراصة بالتقلية نعيمية، قراصة بالدمعة. فهنا المشاركة كانت من ابو تالين، هو جاب السمك ونظفه وغسله بمزاج، وانا ساعدته اني صورت له بس، يعني جهزت معاه وقطعت السلطة. النصيحة ما عملت حاجة تاني، هو العمل كل الحاجات. غسل السمك، سمك السلطان ابراهيم وسمك بولتي، انواع مختلفة من السمك. جابه غسله، بعد ما غسله تماما ونضفت السمك جففه بمناديل بتاعت مطبخ، كل الموية فيه الزايدة طلعت. بعد كده خلاص السمك بقى جاهز. ما عارفة، بحس انه الاولاد هم بينجزوا وبيعملوا لكن روحهم طويلة في المطبخ، يعني نحن البنات ما شاء الله سريعين في المطبخ. فدي هنا انواع كتير، انواع مختلفة من البهارات، كزبرة وشمار وكمون وملح وفلفل وبصل وتوم بودرة فكل الانواع بتاعت البهارات جاهزة. عمل بيها، تبل بيها السمك كلها، وبعد ما خلاها تشربت تمام ونتأكد انه كل سمك حتى فتحها من جوا كب فيها بهارات، بعد ذاك جاب له ليمون، كب ليمون في السمك، ونفس البهارات اللي عملها في البهر بها السمك هي بهر بها الدقيق. تبل الدقيق تماما بنفس البهارات. وبعد كده جات اهم مرحلة اللي هي مرحلة التجفيف، تتبيل السمك بالدقيق. تبل السمك بالدقيق والدقيق الزايد ينزله بنفس الطريقة، كل مرة يتبل السمكة جوا وبرا، يملاها تماما بالدقيق ويضغط عليها، وكمية الدقيق الزايدة ينزلها. يلا بعد كده قام شنو بيفردوا في الصينية وبيخليه يجيف. يعني كل ما السمك كان جاف، كل ما السمك كان جاف كل ما كان احسن، يعني ما فيه يمكن بيت موية، ده بيخليه ينجط بسرعة وبيخليه انه كمان يكون مقرمش. فدي هنا ما شاء الله تبارك الله كمية السمك اللي اتبلت وجهزت، خلاها شوية كده زي ربع ساعة تجف تماما، ونتأكد انه كل السمك جفا واتمسك الدقيق فيه. جاب زيت غزير وسخن جدا، ويلا نزل عليه بالطش حقت السمك. بعد ما اخد من 10 دقايق ل7 دقايق كده السمك ما شاء الله تبارك الله جهز. شايفين ما شاء الله، ويعني مقرمش. دي احلى حاجة، ودي السمك اللي بتميز بيها ناس النيل الابيض، يعني ناس النيل الابيض بالتحديد، ناس كوسي وربق والحتات دي، يعني سمكهم بيكون سمك مقرمش. ليه؟ لانه ما بيكون فيه موية، بيجففوا الموية تماما من السمك وبيحمروهم. هنا السمك بدا خلاص يجهز، انا قلت بدوري اقوم اقطع عليه والسلطة واساعده. طبعا لازم البصل الاحمر، رغم انه في بصل ابيض لكن برضو البصل الاحمر حلو شديد مع السمك، والشطة الخضراء والليمون والشطة الحمراء. وبهنا ما شاء الله صينية السمك بقت جاهزة، وخلاص نحن جهزنا بعد كده للفطور، فطور الجمعة. هو بعد كده اصلا هو طلع متأخر كأنه غدا، فطور وغدا مع بعض. فده كان الفيديو، وحبيت اشارككم وحبيت اوثق الفيديو لابو تعلين انه هو عمل لنا السمك. وشكرا لكم متابعي قناة ومتالين وآسر، واتمنى انكم تشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. شكرا، السلام عليكم.